فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هنا سائلة تسأل: قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معي مادة بنية اللون تستمر بضعة أيام، وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي، تقصد دم الحيض، لمدة 8 أيام بعد بضعة الأيام التي فيها اللون البني. فما رأيك؟ أقول بسم الله الرحمن الرحيم. في ذلك أثر أم عطية رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنا لا نعد السفرة والكدرة في زمن الطهر شيئا. فالمقصود بذلك أن ما يخرج على المرأة من كدرة قبل أن ترى الحيض في زمان الطهر فلا تعد من الحيض، لا تعد من الحيض. وقولها لا نعد السفرة والكدرة شيئا لا يستدل بذلك على أن ما نزل من سوائل من المرأة يكون طاهرا ويكون ليس ناقضا للوضوء، وإنما هي عنت بذلك لا نحسب ذلك من الحيض. وإن جاء في زمان الحيض فهو منه، إذا ما اتصل بالطهر فهو من الطهر، وما اتصل بزمان الحيض، لأن المرأة في فترة الحيض قد ينقطع دم الحيض ولكن ليس بطهر، وينزل في فترة الانقطاع سفرة أو كدرة، فهذه السفرة وتلك الكدرة ملحقة بأصلها، ملحقة بالحيض. إذا السائلة تسأل أنها ترى سائلا بنيا قبل أن ترى دم الحيض. هذا السائل البني ليس بحيض، وإنما عليها أن تغسل المحل منه، وعليها أن تتوضأ للصلاة منه، وليس بحيض يترك له الصلاة أو تترك له الصوم أو تعتزل الزوجة أو تمنع من المعاشرة الزوجية. لا، هي امرأة طاهرة وعليها أن تحترز من هذا السائل. هذا إذا ما نزل عليها في زمن الحيض. أما إذا ما نزل عليها في زمن إذا ما نزل عليها في زمن الطهر. أما إذا ما نزل عليها في زمن الحيض فهو ملحق بالحيض. كذلك أزيد هنا وأقول: إن كانت في آخر فترة الحيض وانقطع الدم وما زالت تلك السوائل تنزل عليها فإنها لأنها في زمان الحيض والأصل أنها حائض، فرؤية السفرة والكدرة دليل على أنها لم تطهر طهرا كاملا بعد، فعليها أن تنتظر حتى تجف جفافا تاما. هنا انقطع الحيض ثم تبع ذلك سفرة أو كدرة، عليها أن تنتظر حتى تجف جفافا تاما. فإن جفت باطلا بمعنى أن إذا أدخلت قطنة في المحل فخرجت يابسة، هذا دليل على أنها قد طهرت طهرا تاما، أو أن يكون ذلك برؤية القصة البيضاء الذي تأتي لبعض النسوة وهي علامة على الطهر. والله أعلم. جزاكم الله خير.